10 أسئلة عميقة هتقوي علاقتك بأي شخص مهم في حياتك. اسألها وركز في الإجابات. السؤال الأول: إيه أكتر حاجة بتحس إني مش بفهمها عنك؟ أحياناً إحنا بنحاول نكون متفهمين، بس الطرف التاني بيحس إننا مش شايفين اللي جواه. السؤال ده بيفتح باب الصراحة وبيديك فرصة تتعلمي أكتر عن مشاعره وطريقته. السؤال التاني: إمتى حسيت إني كنت جنبك فعلاً؟ بيذكروا بلحظة دعم أو حب أو تواجد، اللحظة اللي حس فيها إنه مش لوحده. السؤال ده بيقوي المشاعر وبيأكد إن وجودك ليه معنى. السؤال الثالث: لما بتكون مضغوط تحب أتعامل معاك إزاي؟ مش كل الناس بتحب الكلام وقت الزعل، ومش كل الناس بتحب السكوت. السؤال ده بيعلمك لغة الحب اللي هو يرتاح لها. السؤال الخامس: إيه أكتر حاجة بتضايقك ومش بتقولها؟ في حاجات صغيرة ممكن تكون بتتكرر ومش بياخد باله يقولها، لكن مأثرة عليه. السؤال السادس: نفسك نعمل إيه سوا ومأجلينه؟ ممكن تكون رحلة، عادة جديدة، مشروع بسيط. الحلم المشترك بيقوي الرابط ويديكم هدف تعيشوا عشانه سوا. السؤال السابع: لو في حاجة واحدة ممكن أغيرها علشان نكون أحسن، تكون إيه؟ بيديك فرصة تسمعي ملاحظة من غير ما تكون نقد مؤلم. السؤال الثامن: إيه اللي بعمله وبيفرق معاك حتى لو بسيط؟ خليكي عارفة إن في تفاصيل بتلمس الشخص التاني حتى لو انت مش واخدة بالك. السؤال ده يخليكي تكرري الحاجات اللي بتحسس الشخص بالتقدير والحب. السؤال التاسع: لو علاقتنا كانت فيلم، شايفها فيلم نوعه إيه؟ وليه؟ سؤال ممتع وفيه خفة دم، بس كمان بيكشف انطباعه عن طبيعة علاقتكم. هل هي مليانة مغامرات، رومانسية، دراما، استقرار؟ هيقولك كتير من غير ما يقصد. السؤال العاشر والأخير: إيه أكتر حاجة بتحلم نوصل لها سوا؟ علشان العلاقة تمشي لقدام لازم تكونوا شايفين نفس الاتجاه. السؤال ده بيربط الحاضر بالمستقبل ويدي للعلاقة عمق واستمرارية. وأخيراً، كل سؤال من دول هو مفتاح، بس المفتاح محتاج باب مفتوح وقلب بيسمع وعقل مش بيدافع. جربي تسألي سؤال واحد كل يوم أو حتى كل أسبوع. قولولي في الكومنتات إيه أكتر سؤال ناويين تسألوه. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان يوصل لكم كل جديد.